اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبنا، قناتنا قناة أرياف ومدن. وطبعا الفيديو السنوي اللي كلنا بنستناه، زيارتنا لشاطئ الفيروز بالأسعار وكل حاجة انتوا عايزينها عن شاطئ الفيروز. طبعا بالنسبة لي أنا يعتبر الشاطئ المفضل بالنسبة لي. في شواطئ كتير جدا جدا في اسماعيلية، الأسرة، شبان المسلمين، الضنفاء، وطبعا أحلى حاجة وأنضف حاجة هو الضنفاء طبعا هيئة قناة السويس. بس طبعا ممكن تدخلوا بتذكرة تقريبا 80 جنيه التذكرة الضنفاء. وكمان شاطئ الفيروز على معرفة الأسعار، يعني تقريبا احنا عشان من أبناء الإسماعيلية فداخلين يوم الجمعة بعد الساعة 4 كان التذكرة ب20 جنيه، وكان زحمة جدا. ده يوم عادي يا جماعة، مش يوم الجمعة. الحتة الأولانية في الفيديو دي مش يوم الجمعة، هوريكم بقى يوم الجمعة عامل ازاي. فطبعا ليكوا حرية الاختيار ان انتوا تروحوا يوم الجمعة او تروحوا في اي يوم عادي. دي حتة كده من فيديو قديم كنت مصورة السنة اللي فاتت، وكان يوم عادي من ايام الاسبوع، كان تقريبا حد سبت مش فاكرة بالظبط. بس طبعا هندخل بقى على يوم الجمعة. احنا روحنا بقى الجمعة وهنشوف مع بعض يوم الجمعة كان عامل ازاي في شاطئ الفيروز. اولا كان زحمة جدا جدا، ثانيا في ناس ما كانتش لاقية كراسي، فبالتالي كانت بتفرش اي ملاية او تقعد على الرمل اي حاجة، يعني كانوا بيتصرفوا الناس بصراحة، هم رايحين يتبسطوا وخلاص. فربنا يا رب يسعد الجميع. احنا داخلين بقى على شاطئ الفيروز زي ما احنا شايفين كده. الشاطئ حلو جدا بالنسبة لي. ده يوم الجمعة بقى يا جماعة، الناس كان زحمة جدا، واحنا رايحين طبعا بعد الساعة 4 زي ما قلت لكم. وكانت التذكرة ب20 جنيه لأبناء الإسماعيلية وبيشوفوا البطاقة وكده. فغير أبناء الإسماعيلية بعد الساعة 4 ب30 جنيه، الصبح 50 جنيه. معرفش بقى في الأيام العادية التذكرة بكام، بس هي تقريبا مش أقل من 50، يعني من رينج 50 40 30 للناس اللي برا إسماعيلية. واحنا قاعدين على الشاطئ بقى بيعدي مراكب فيها سمك، فيها أم الخلول، فيها كابوريا، كل اللي انت تحبيه. طبعا عقاد اللي هي بالصدف دي، وكمان في قواقع اللي هي طفاية كده، شكل طفاية حلو جدا، وبقوا يرسموا عليها. وكان الموضوع حلو جدا بصراحة، وكان اليوم جميل. كانت الدنيا زحمة شوية شوية، بدأت تخف الناس الرحلات وكده. بدأوا يسافروا بالسلامة. وبعد كده أبناء الإسماعيلية بيجوا حتى، يعني بيطلعوا الناس من المية الساعة 7. يعني يعتبر المفروض أبناء إسماعيلية بيروحوا من بعد الساعة 4. فتستنوا شوية يا جماعة، بصراحة هم بيقعدوا يقولوا اطلعوا يا جماعة اطلعوا، علشان بيخلوا مسؤوليتهم اللي هم حراس الشاطئ. وبس فبيبدأوا يطلعوا الناس من المية الساعة 7. يعني انت لو عايزة روحي بدري شوية. طبعا الناس اللي بتيجي برحلات بتيجي من الساعة 9 الصبح أو 8 الصبح، وبتقضي اليوم كامل في البحر. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان طبعا شايفين بقى احنا اليوم كان حلو جدا، وكان زحمة جدا، الناس مالية البحر وكانوا مبسوطين وفرحانين. يا رب يسعد الجميع. في ناس تقولك لا شاطئ الفيروز ايه ده مش حلو مش حلو. يا جماعة الناس بتروح تتبسط بأقل الأقاليل، فمش لازم ان احنا نكسر مقاديف بعض ونقول لا مش حلو وايه اللي انتوا رايحينه ده. اي مكان احنا بنتبسط فيه فهو جميل. المهم ان احنا بنتبسط، ولو مجموعة مع بعض طبعا ده حاجة تانية خالص. المهم ننبسط مع بعض، مش مهم المكان ومش مهم الشكل. يعني حتى المية كانت نظيفة جدا. عايزة اقول لكم انا من في ايام كان ورد النيل ده، ورد النيل جاي من المية عذبة، كان بيظهر على الشاطئ في ايام ما يعني. لكن امبارح او كان يوم الجمعة اللي رحناه كان المية حلوة جدا وكانت نظيفة جدا بصراحة. بس الولاد بقى عندي هما اللي بينزلوا وباباهم، انا ما بنزلش كده. فقلت اصور لكم الفيديو وتستمتعوا بيه. بس فكان اليوم حلو جدا. وطبعا في عوامات، في ايس كريم، في ملاهي، في مش عارفه البسين شغال ولا لا بصراحه، ما ركبتوش وما شفتوش بصراحه. بس كنت شفته على الصفحه بتاعتهم. كنت شفته على الصفحه بتاعتهم. وكمان في شاليهات شغاله، هسيب لكم رقم الشاليهات في اخر الفيديو. يعني المسؤول عن التسكين انا جبته للامانه من الصفحه بتاعتهم، علشان خاطر الفيديو يكون شامل. اي سؤال حضراتكم عايزين تسالوا عنه
وتبدأوا تروحوا تصيفوا بقى قبل الدروس شهر 8 ان شاء الله قبل ما نرجع تاني لدروسنا ومدارسنا وحياتنا. فالناس تتبسط قد ما تقدر، حتى لو قليل يا جماعة. فيعني طبعا في شواطئ كتير في الأسرة، وفي زي ما قلت لكم طبعا الضنباء أعلاهم تذكرة وأعلاهم، يعني عايزة أقول لكم المية أنضف بكتير. عايزة مكان بقى راقي وبتاع، بس تقريبا كده ممنوع الأكل فيه، عايزة تاكلي هاتي أكل من جوه. وبرضو في شاطئ الفيروز عاملين كافيتيريا حلوة جدا، ممكن تطلبي منها أكل، والشيفات بتاعتها في قمة الاحترام يعني، وبتطلبي اكل، ويعتبر الاكل برضو في متناول الجميع. لو انتي حابه تيجي فاضيه كده من غير اي حاجه، لو انتي جايه من سفر ومش عايزه تشيلي والاكل هيبوظ منك، الطريق طويل معاكي، في كافيتيريا حلوه جدا، في ايس كريم زي ما قلت لكم، في حلويات. الولاد بيفضلوا طول الوقت يلفوا على الشاطئ بجلابيه و... صوابع زينب والايس كريم بقى في مكان للايس كريم، في طبعا الحلويات بتاعت الولاد، حاجات ساقعة، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه بصراحة في شاطئ الفيروز، من أكل لشرب لكل حاجة. ملاهي، الولاد هيتبسطوا جدا جدا في الملاهي شغالة وحلوة جدا، وأنا مصورة الملاهي في فيديو تاني، ارجعيله لو عايزة تشوفي الملاهي، مصورها وحلوة جدا بصراحة، وأسعارها يعتبر برضو كويسة يعني مقارنة بأماكن تانية. شاطئ الفيروز من أحب الشواطئ ليا بصراحة، مع اختلاف رأي الآخرين براحتهم يعني. في شواطئ تانية أنا يعني بحس إن الشاطئ كده صغير مش واسع كده، الشاطئ زي شاطئ الفيروز الشاطئ بتاعه واسع، تقدر فيه ناس كتير تقعد على الشاطئ وكده. في شواطئ تانية الشاطئ بتاعها صغير جدا، فأنا محبتهاش. في شواطئ كتير جدا، وفي قرى كتير جدا جدا، وحمامات سباحة قرية 25 يناير، وفي قرى كتير قوي في اسماعيلية حلوة قوي قوي، ممكن تسألي عليها وتتواصلي، ممكن تتصلي بالخط الساخن وتتصلي وتسألي اللي هو رقم الدليل 140، هتتصلي بالأرقام وهتعرفي كل اللي نفسك فيه يعني عن اسماعيلية والقرى اللي فيها والشواطئ وكده. فانتي بالتالي هتستمتعي في اسماعيلية بلد جميلة وهادية وحلوة جدا. هتنورونا يا جماعة والله وهتشرفونا. ما تنسوش اشتراك في قناتنا، قناة أرياف ومدن. هسيبكم تستمتعوا بالفيديو وهرجع لكم مرة تانية. دلوقتي الساعة 7، طلعوا كل الناس من المية، طبعا في ولاد ما بيقدروش عليهم فبيسيبوهم بقى، كذا حد من حراس الشاطئ والإدارة وكده بييجوا يطلعوا الولاد من المية عشان يخلوا مسؤوليتهم زي ما قلت لكم في أول الفيديو. بس طبعا بعد كده بتلاقي البحر اتملى تاني عادي جدا جدا. الولاد أهم حاجة يتبسطوا، بس طبعا بيبقى في مسؤولية أهاليهم حراس الشاطئ يعني مالهمش دعوة.
كده الساعة كانت 7 وبدأوا يطلعوا الناس، وفي ناس بدأت تروح. ومن بعد الساعة 10 احنا كده ناقلين نفسنا للجنينة الساعة 10، علشان طبعا حراس الشاطئ يبدأوا ينظفوا الشاطئ لليوم اللي بعده، وكمان بيشيلوا كل الكراسي وكل الترابيزات. الشاطئ بيبقى فاضي تماما من بعد الساعة 10. الناس بتبدأ تنقل بقى في الجناين، ويقعدوا، بيبقى في اغاني وفي قعدات حلوه جدا. بتنقلي الكراسي معاكي وتاخديها وتقعدي في الجناين بقى، بتطلبوا حاجه ساقعه ايس كريم. مش لازم تطلبي، لا عادي ممكن تقعدوا وتبعتوا الولاد هم يجيبوا الحاجه، يعني مش حاجه اجباري. عايزه اقول لكم طبعا دي الكافيتيريا اللي بقول لكم عليها. التصوير مش قوي يعني في الحتت دي، علشان ما بحبش اضايق حد بالتصوير. بس وهسيب لكم المنيو كمان في اخر الفيديو، المنيو بتاع الشاطئ. عفوا. بس والملاهي شغالة وحلوة جدا، واليوم كان رائع. ويا رب تستمتعوا بوقتكم دايما كده ان شاء الله، وربنا يسعدكم. وان شاء الله باذن الله نلتقي السنة القادمة لو لينا عمر، واجيب لكم فيديو جديد عن شاطئ الفيروز باسعاره وكل امكانياته. ولو في حاجة زيادة، في حاجة ناقصة، انا هقول لكم عليها ان شاء الله باذن الله. اتمنى التفاعل يكون كويس على الفيديو ده، وما تنسوش اللايك عشان يرفع معانا الفيديو. بالتوفيق يا رب للجميع، وربنا يسعدكم دايما كده ان شاء الله، ويسعدنا جميعا. بس فاحنا هنا بقى قاعدين في الجناين زي ما قلت لكم. شايفين بقى الناس بدأت تنقل نفسها في الجناين وتقعد، والولاد طبعا قاعدين يلعبوا ويتبسطوا. في ناس بتروح الملاهي بقى اخر اليوم، وفي ناس بتقعد قعدات عادية خالص، عائلات، افراد، اي حاجة يعني بيقعدوا مع بعض في الجناين. المهم بينقلوا نفسهم للجناين. بس كده ده انا طبعا ما صورتش الملاهي لاني صورتها قبل كده، فما حبيتش الفيديو يطول عليكم اكتر من كده. بس هو ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. زي ما قلت لكم هسيب لكم الفيديو المنيو بتاع الاكل في اخر الفيديو والاسعار، وربنا يا رب يصلح حالنا جميعا. بشكركم شكرا لكم، السلام عليكم، مع السلامه.